قال لي سيدي كنت غادي الرباط، غادي بواحد التحاليل وغادي الكلينيك ديال الرباط، كلينيك ديال العالمي، وانا كنت ناعس فيه تما. قال لي تعطلت شويه، قال لي في طريق الرباط كسيريت شويه، واحد التراكتور كان قدامي وغادي بشويه، انا شفت عييت واخا الخط المتصل، قلت غادي يجرجرني ندوبلو. قال لي انا دوبلت وكسيريت بالجهد، وقفوني الدرك الملكي، وقفوا الجندار لقاوهم تما. قال لي في الطريق حاطين واحد المضل ودايرين واحد الطابله، تنشوفهم بعض المرات ملي تكون شي حملات حاطين الطابله. قال لي وقفوني، وقفت جا عندي، قال لي الورقات ديال السياره. قال لي عطيتو الورقات ديال السياره، عطيتو ورقات السياره. قال لي يمكن لك تنزل اجي عندي. قال لي الاخر ديالي عيان. قال لي ولا عيان، جلس تما بلاتي. مشى السيد دار الورقات ديال السياره، قال لي راه عندك السرعه وعندك دوبلتي في خط المتصل، تجاوز معيب كما تنسميوه حنا بالعربيه. قال لي راه درتي في خط المتصل وراه عندك السرعه، ها الكاميرا راه هي شداتك، ما تقول لي لا هذه لا هذيك. قال لي الاخر صافي اللي بغيتو ديروها ديروها، دير سيدي مخالفه. مشى قال لي ورجع عنده الجدرمي، قال لي هاد البيرمي غنحيدو لك، البيرمي مشى لك، ما يبقاش عندك البيرمي. قال لي شنو؟ قال لي شوف البيرمي ما يبقاش عندك، ودابا نقول لك واحد القضيه، راه حنا غنتاخدو معاك اللازم من ناحيه المخالفات اللي درتي، ولكن شوف شي حد عيط عليه يجي يدي السياره، انت راه ما عندكش حق تسوقها، ما بقاش عندك حق تسوق هاد السياره هادي. قال لي انا تعجبت يا ودي، انا راني غير في قنيطره وغادي الرباط، وكيفاش درتي لي البيرمي؟ واش بهاد المخالفه يمشي فيها البيرمي؟ قال لي انت البيرمي ما بقاوش عندك النقاط، ما بقاوش عندك النقاط، هاد البيرمي ديالك بقى غير صريح، ما صرح حتى شي حاجه. قال لي لا ما غادي شيء، تشوف شي واحد يسوق السياره، راه ما عندكش حق تسوق السياره انت، ما غادي شي واحد يسوق السياره، راه غادي نديوها لك حنا بديباناج، ومن بعد تجي تخرج انت من لافوليير دبر راسك، شوف شي حد يدي الطوموبيل ديالك. قال لي الساعه بقى داك الشمس وبقيت جالس في الطوموبيل، والسيد شرح لي قال لي بقاوش عندك النقاط. انا كيفاش هاد النقاط؟ انا ما عرفتش هاد النقاط هادو ديال البيرمي، مابقاش عندي النقاط، تيجيوني مخالفات للدار تنخلصهم، تيرتكبهم الدراري ماشي تا انا، الا درت شي مخالفه تنخلصها، ولكن هاد النقاط ما فهمتش انا هاد النقاط. قال لي اش نقول لك، جا الدري هزينا الطوموبيل عمرو لي داك الشيء، خلصت المخالفه، مشيت فحال قال لي معاش النقاط. قال لي مشيت تنسول، انا ما سمعتو تيقول هاد الهضره، انا سامع النقاط، مع النقاط البيرمي الدولي، النقاط غنقصروا لك النقاط، والله ما كنت واخدهم بعين الاعتبار، ما كنتش واخدهم بعين الاعتبار زعما بالمعقول. ولكن قلت خصني نعرف انا هاد النقاط هادو هما الحاج الدولي البيرمي مابقاش عنده، خصني نعرف. الحاج تا هو قال لي ودي راه قالوا لي دابا غادي تمشي، راه غادي تجلس 6 شهور وتمشي دير واحد الدوره تدريبيه من جديد ديال 3 ايام، وتاخذ ديك الدوره غادي ديها النارسا اللي هي الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، غدي لهم هذيك الشهاده اللي غتاخذ من عند الدوره التدريبيه. واحد الخدمه بقى تيعاود ليا انا والله العظيم، حيت هو مريض درت لي خاطر، بقيت نقول لي ايه مزيان هذه، زيد، ولكن ما فهمتهاش مزيان. فرقت مع الحاج ومشيت في حالتي، من عندي ما ندير ليه. هضرت مع واحد السيد في سيرفيس ديمين، قلت له ودي انتم تفهموا في هذا الشيء البيرميات وهذا الشيء، الله يعطيك الصحه، الا ما بغيت منك شي ارشادات. قال لي ايه. قلت له الا عندك شي وقيت نتلاقاو في القهوه في العشيه ولا غدا. درنا واحد الميعاد وجا عندي القهوه، قلت له قول لي يا خويا هذه القضيه ديال البيرمي، ما البيرمي لا فيك النقاط، لا تكملوا لك النقاط تيديو لك البيرمي، ولا شدوك البوليس وصابوا ما عندكش النقاط يبوانتيوك تيديو لك البيرمي. ما فهمتش انا القضيه هذه. قال لي شوف السي خلاص، قال لي غادي نقول لك واحد القضيه. قال لي تعرف السحيمي ديك مؤسسه السحيمي؟ قلت له السحيمي اللي تيدير سياره التعليم. قال لي هكاك. قال لي راه عنده واحد المؤسسه تابعه لجروب السحيمي، هذا السحيمي هو مجموعه، جروب السحيمي اي ديال سياره التعليم بمدينه قنيطره، هي نقولوا هي الشركه اللي معروفه اكثر او المؤسسه المعروفه اكثر ديال سياره التعليم في قنيطره، هو السحيمي او مؤسسه السحيمي، جروب السحيمي. قال لي غادي تمشي تما وغادي تشوف واحد بنته راها سميتها اكرام، وراها مديره ديالها، هو عندي هاد لاكارت ديالها كنت خديتها، مديره ديال مؤسسه دوره التربيه على السلامه الطرقيه واسترجاع نقاط رخصه السياقه اللي سميتها السحيمي اكرام. قال لي غير سير عند السحيمي، راه هو غادي يقدمك لديك المديره،
السحيمي قريب ليا في شارع محمد الخامس في قنيطره، وبغيت نمشي عنده لان خصني نعرف هاد المعلومات، انا ما عرفهاش. هذا خطر صاحبي، يوقفك الواحد يديك البيرمي ديالك واش 6 شهور ما تسوقش بزاف. مشيت اتصلت انا بسي السحيمي صديق ديالي تنحييه من هذا المنبر هذا، وعنده واحد هما جروب السحيمي عندهم واحد صياغه التعليم، الناس القدام ديال قنيطره ديال صياغه التعليم، ودابا دار واحد جروب ديال وتسماها مؤسسه السحيمي جروب ديال جروب السحيمي لتعليم السياقه. وقلت ليه وديت لقيته، مشيت عنده سلمت عليه وقلت له سي السحيمي اش كاين قال لي يا بو انا راه شوف الا بغيتي تعبر بغيتي تاخذ المعلومات كلها وبغيتي دير ارشاد الناس وبغيتي دير خير في راسك وفي الناس، الله يعطيك الصحه. ها هي البنت هنا، ها هي مديره ديال المؤسسه، المؤسسه ذكرت لكم، ها هي حدايا هنا، راه هي اللي مكلفه بهذا الشيء وهي غتشرح لك. مشيت هذه المؤسسه هذه، وهذه المؤسسه اللي كاينه في قنيطره في شارع المسيره الخضراء في حي الوفاء، شارع المسيره الخضراء في حي الوفاء قنيطره. عقلوا لي هذا الشيء، علاش غنقول لكم عقلوا هذه العناوين راه مهمين. شارع المسيره الخضراء حي الوفاء القنيطره. مشيت تما، استقبلتني هاد السحيمي اكرام، عرفتني، تعرف باها وتعرفها، سلمت عليها قلت لها لاباس بخير، قلت لها الله يرحم باك هاد البيرميات اللي تاخذوا نتوما ولا شكون اللي تياخذهم راه فيهم مسطره. سمعت انا مشكل هذه ديال البيرميات، وكيفاش هاد البيرميات تيتخاذوا؟ شحال هاد النقاط اللي تيكون عنده واحد مثلا في البيرمي؟ شحال واش 150 شحال هذا؟ قالت لي انا غنشرح لك. جلستني في المكتب ديالها وقالت لي البيرمي لما الواحد عاد يصوب رخصه السياقه وتصنتوا معايا عافاك، راه مهم هادشي، وانا راه عارف راه تقريبا عندنا واحد 60% من المغاربه، وهذا استغفر الله ماشي احتقار، راهم ما عارفينش، لان انا ما كنتش عارف، انا ما كنتش عاطي اهميه وما عارفش، راه ما عارفينش. ردوا بالكم هاد القضيه راه خطيره بزاف. الواحد من تيشد البيرمي تيبغي يسوق سياره، شنو تيدير اللور؟ تيدير 90 بلاكه 90، هذيك البلاكه ديال 90، هذيك اللي عنده البلاكه ديال 90 وتعطيوه البيرمي، شحال تكون عنده من نقطه؟ شحال تكون عنده من نقطه؟ شحال تعطيوه من نقطه؟ تعطيوه 20 نقطه، 20 نقطه تتولي عنده في البيرمي لمده عامين، تستعمل هذه 20 نقطه لمده عامين. معنى هذا فيما يدير شي مخالفه تيحيدوا ليه من نقاطه، فيما يدير المخالفه يحيدوا ليه نقاطه، يدير حادثه سير يحيدوا ليه نقاطه، في الاخر ما تيبقاش عنده البيرمي، خصو يعاود من جديد البيرمي، خصو يبقى 6 شهور، 6 شهور ما يديرش بيرمي، ما يبقاش عنده بيرمي 6 شهور، ومن بعد يمشي يدير دوره تكوينيه فيها 3 ايام يقريوه على البيرمي والسلامه الطرقيه وداك الشيء، ومن بعد يمشي يدوز البيرمي من جديد. هذا اللي عنده البيرمي باقي فيه 90 مع اللور 90 تبقى عامين ولا تبقى بجاج اللور 90 عنده 20 نقطه. ارى لك انا مقيد هذا الشيء هذا وقيدته بواحد عجاله، والله لا على عجاله، والله على عجاله قيدت هذا الشيء هذا وكنت نزرب، ولكن قلت احسن وقت نديروه هو اليوم، لان اليوم جالسين العائلات وجالسين الناس، وانت تعرف العائلات المغربيه ما كاينش عائله ما فيهاش واحد عنده رخصه السياقه. لابد كل دار، ماشي كل عائله، كل دار راه فيها رخصه سياقه. الا ما كان عندك انت رخصه سياقه راه عند ولدك، الا ما كانش عند ولدك راه عند مرتك، راه عند بنتك، راه عند نسيبك، راه عند نسيبتك. المهم كل عائله فيها رخصه ديال السياقه، البيرمي، كل عائله عندهم بيرمي، واحد فيهم عندهم بيرمي، او تدخل العائله كلها عندهم بيرميات. ولكن هذا الشيء هذا اللي غنعاود لكم عليه بزاف الناس ما عارفين شيء. هضرنا على الناس اللي تيشدوا 90 تيدوا بركه 90 تيكون عندهم 20 نقطه، ومن تيدير المخالفه تنقصوا ليه. انا نشوفوا اش نقصوا ليه، سمحوا لي. هاي عندي هنايا الناس اللي هما عندهم بيرمي عادي، ما عندهم بيرمي قديم، ما عندوش 90 عنده بيرمي قديم. عنده بيرمي قديم عندنا 30 نقطه. كل واحد فينا ديال الدوله ديال لكل واحد، او الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه ديال لكل واحد فينا 30 نقطه، وعندك تضيع 30 نقطه، لا ضيعتها بشكل بيرمي. كيفاش غيديروا لك هاد النقاط؟ كيفاش غيديروا؟ الا دزتي في الضوء الاحمر ودار لك مخالفه تيمشيوك 4 نقاط تتحيدوا، ومن بعد تجيك واحد الورقه، راه الناس ما تعطوش اهميه هذه الورقه، او تيكونوا عاطين العناوين ديالهم اللي في البيرمي، العنوان اللي في البيرمي ماشي هو العنوان اللي سكن فيه دابا، واش تمشي الورقه لجهه اخرى كاع ما تيشوفها، تيمشيو لك 4 نقاط. الا ما وقفتيش العلامه ديال قف تيمشيو لك 4 نقاط. الا مثلا ما دايرش السنطه تمشي لك نقطه. الا كنتي غادي وتهضر بالتليفون في الطوموبيل تيدير لك البوليسي ولا الجدري مخالفه وتمشي لك نقطه. اذا بحال ديك تدير هذه المخالفات بحال مثلا القتل تمشي لك 14 نقطه، مثلا
شي واحد دار حادثه كبيره تسير وكان فيها السكر وداك الشيء، وخا القضيه تمشي عند القاضي تمشي للمحكمه تيحيدوا لك 16 نقطه. اذا 30 نقطه ماشي كثيره، وكل مخالفه تيبقاو يمشيو النقاطي من 1 حتى ل 16، تيمشيو لك 4، يمشيو لك 14، يمشيو لك 16، يمشيو لك وحده. المهم دوك 30 اللي ما ردش بالو تيمشيو ليه نقاطي كاملين. هنا تيتفاجئ واحد النهار لما تيوقفوك البوليس في الشارع العام او في السير او الجدرميه، تيطلبوك البيرمي، تيقول هاد البيرمي مات، هاد البيرمي ما تاخذوش، هاد البيرمي خدينا لك مشاوك 30 نقطه، راه بوينتوك غير تيبوينتيك مشاك 30 نقطه. بعض الناس تيتفاجئوا بانه تيصيفطوا لهم راه بقاو عندك غير نقطه او بقى عندك 5 نقاط هما اللي بقاو عندك. تيتفاجئوا كيفاش خصهم يديروا، لان النقاط مشاو لك انت ما رديتيش البال. رجعوا للحاج باش نعرفوا كيفاش ما ردش البال، كيما انت ما غاتردش البال. الحاج اش وقع ليه؟ ولادو تيهزوا السياره ديالو، الحاج اللي قلت لكم الحاج مريض الله يشافيه، ولادو تيهزوا السياره ديالو، ولادو تيضربوا الرادار فيكس، دوك لي رادار فيكس اللي كاينين، دوك الرادارات فيكس اللي كاينين تشوفهم في الاوتوروت وفي الطرقه وداكشي، تيدوزوا تيشدوا الرادار تيشدهم، المخالفات تيجتمعوا، الرادار تيشدهم، المخالفات تيجتمعوا، تجي بعض المرات تيتجمعوا، بعض المرات تجي شي مخالفه للحاج، تجي مخالفه للحاج تيقول له ها خلص هذه المخالفه راه جات، وما رادش بالو النقاط راه مشاو. تيقول ولدو الاخر اجي انت شكون اللي دار هذه المخالفه؟ درتي انت؟ شكون اللي دارها؟ ما عرفت شكون اللي دار هي جاتني مخالفه. تيجيو المخالفات اللي داروا ولادو وما وقفوش، ولكن تجيب راكم تشوفوا كيما يصيفطوا هذاك الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، تصيفط لكم بعض المرات الا كنتي في شي بلاصه وما وقفتيش ما رديتيش بالك الرادار او حركتي الرادار كيما تيقولوا بواحد السرعه تجيك للدار، يلاه مصورين لك البلاكه ديال طوموبيلتك والعنوان ديالك اللي هما دفعتيه النهار الاول مع البيرمي اللي في البيرمي ديالك، تجيك ديك الساعه ما تيهمهمش هما شكون اللي صايق، تتهمهم الطوموبيل. الحاج ولادو ما كانش يوقفوا ما تيوقفوش، الطوموبيل هي الخدامه تجمع المخالفات، والطوموبيل وصل لواحد الحد اللي 30 نقطه مشات، شدوا با الحاج 33 نقطه، هو ما ديرش هاد المخالفات ديالهم ولادهم. هنا تيقولوا شي واحد اذا عطيتيه طوموبيلتك صاحبك ولا ولدك او شي واحد من عائلتك وبانه مشى بسرعه، شدوه البوليس في الرادار بسرعه، شدوه تيديروا ليه المخالفه، تتحسب عليه هو، تنقصوا ليه النقاط هو لان عطاوه البيرمي هو. ولكن لا داز في الرادار ما وقفش بسرعه، او دار شي مخالفه صفر عليه بوليسي وزاد، او حرق الضوء الاحمر شداتو كاميرا مشى زاد، تتحسب عليك انت مول الطوموبيل، انت جالس في الدار ما درتي حتى حاجه. تيجيوك بانه راه نقصوا لك 5 النقاط، نقصوا لك 6 النقاط، كاين اللي كاع تعطيه اهميته، نقصوا لي النقاط ديال هاد النقاط ديال البيرمي، نقصوا لي 4، انا ما شحال بقى عندي دابا، راه عندي غير 30. ولا سيارتك بقيتي ما تتحبس شيء، ما تتحبسش السياره البوليس ولا الدرك او تطحن في الرادار تدوز، تيبقاو يتجمعوا عليك المخالفات تخلصهم، تيتجمعوا تيمشيو 30 نقطه ما بقاش عندك البيرمي كيما وقع للحاج. واحد السيده عندها مدرسه حره وعندها سائق ديالها، مدرسه حره فيها واحد العدد ديال السيارات اللي تنقلوا الدراري، السياره ديال تدي الدراري للمدرسه وديهم ديورهم وداك الشيء، وعندها السياره ديالها كان فيها واحد الشاب ديالها مكابل الدار والمكتب ديالها وداك الشيء. واحد النهار تفاجات جاو ليها وقفوها البوليس في الدخله ديال كازا، بوانتاو قال لها لك البيرمي، مشاك البيرمي. علاش مشى لي البيرمي؟ صافي مشاك البيرمي، انت 30 نقطه اللي كانت عندك مشات لك. كيفاش واش خصني ندير؟ خصك تبقاي 6 شهور ما غدوزيش 6 شهور، ما تسوقيش 6 شهور، وتمشي دير دوره تكوينيه 3 ايام وتدفع الدوسي من جديد باش تاخذي البيرمي ديالك، او ديري 6 شهور تمشي للناصه وتشوف فيهم اش غيديروا معاك باش يردوك البيرمي ديالك، او لا مشى البيرمي للمحكمه تمشي تجلسي واحد المده شوفي مع القاضي يعطيك البيرمي ديالك، تدوزي بعد 6 شهور دوزيها. لان الشيفور اللي كان عندها كان دري خفيف وتيحرق الضوء وتيدوز في هذا، ولكن الاخرين تيدوز في البراج وتيدوز في هذا، ولكن ما تياخذوا لي غير الرقم ديالو تيمشي لمول الطوموبيل، المسؤول المدني مول الطوموبيل اللي سميتو تمشي. خصنا ناخذوا بالنا ونعرفوا النقاط ديالنا شحال باقيين عندنا، ولا بغينا نعرفوا النقاط ديالنا شحال باقي عندنا، واحد يقول لك خصني صاحبي نشوف النقاط ديالي، والله انا ما عرفتش، تيجوا المخالفات نخلصهم ما عرفتش انا شحال النقاط ديالي كاع. غتمشي سيرفيس ديمين اللي عندكم في المدينه، سيرفيس ديمين ديال البيرميات، سير عندهم قول السلام عليكم السلام، ولا كتنصف البيرمي اخويا بغيت نقط واحد البيرمي شحال بقاو لي فيه ديال النقاط.
شحال بقى لك ديال النقاط؟ شحال بقى لك؟ واش باقي لك بزاف واش باقي لك قليل؟ ولا بقى لك نقطه ولا 5 تمشي دير الدوره التكوينيه. شوف تمشي دير الدوره التكوينيه، الا بقاو لك النقاط مثلا 5 لتحت وتزيدوك 4 النقاط، تدي واحد الشهاده تدفع عليهم، شهاده تيقول لك المؤسسه تدوز عندها بان هاد الناس راه عندنا دوره تكوينيه لمده 3 ايام، واش دار فيها دار فيها وتيعطوك 4 النقاط. ولكن فين هما هاد المؤسسات؟ فين غنمشيو عندهم؟ هاد المؤسسات بصراحه قلال في المغرب، قلال، كاين في الرباط، في كازا، في كذا في كذا. هاد المؤسسات اللي هما ديال الدورات التكوينيه اللي تيعطوك شهاده دوز عندهم 3 ايام وتيعطوك شهاده، ومن واحد الخرجه نقولها لكم من غريب الصدف، مشيت عند هاد السيده هاد اكرام السحيمي، مشيت عند المؤسسه ديال هذه ديال اللي تتعاود ديال دوك الدورات ديال 3 ايام، ولقيت واحد السيد خارج وسلم عليا قال لي لاباس بخير لاباس، وقال لي انا تنجي ندير دورات تكوينيه. قلت ليه وشكون نتوما؟ اسمح لي ما عرفتكش. قال لي انا العامل ديال واحد المدينه ما نقولهاش قريبه لهنايا، ما بغيتش نقول سميتو، عامل السيد عامل. قال لي ودي جيت عندي 3 ايام، قال لي اليوم الثاني باقي لي نهار واحد باش ناخذ ديك الشهاده، اذا انت واحد ما تيفلت. قال لي غناخذها. هاد المؤسسات اللي قلنا لما تعرف راسك انت النقاط ما بقى عندك والو، قلال بقات لك وحده ولا 2 نقاط ولا 5 نقاط، او مثلا ما بقاوش عندك تماما، راه غادي يبقى يحسبوا لك 6 شهور من نهار 6 شهور يحسبوها لك من نهار اللي درتي الدوره التكوينيه وخديتي الشهاده، من ديك الساعه 6 شهور. اما لما درتي لا دوره تكوينيه لا والو وراك تسوق بلا بيرمي، توقع شي اكسيدون ولا شي موت ولا شي حاجه بلا بيرمي، بحال داك اللي ما عندوش بيرمي راها جنحه فيها الحبس. اذا هاد المؤسسات كاينين في المغرب كامل في الجهات، ولكن هنا مثلا الناس اللي نقولوا حنا ديال القنيطره، لان هاد السيده اكرام ساعدتني بزاف وعطاتني هذه المعلومات كامله، وعطاتني بزاف المعلومات بنجد قدام الكتاب هذا والله العظيم عطاتني بزاف المعلومات هنا بزاف سيرتو من قالت لي هذه النقطه ديال الموالين اللي عندهم بلا 90 عندهم غير 20 نقطه، باش ما يقولش واحد راه تيولي مشى ديال البيرمي يعاود من جديد كل شيء. هاد بالنسبه للقنيطره والنواحي ديال القنيطره. كاينه مؤسسه وحده في قنيطره، لان ما كاينش بزاف المؤسسات ديال اعاده تدريب، اعاده دورات وداك الشيء ما كاينش ديك 3 ايام. كاينه مؤسسه وحده، هذه المؤسسه هذه في القنيطره تنقولها الناس، راه تهضر مع الناس ديال القنيطره، ديال سيدي حياه، ديال سيدي سليمان، ديال سيدي قاسم، ديال المنطقه كلها. تنقول ربما تقول لي وحنا فين غنمشيو نقلبوا، فين غنمشيو؟ اللي في الدار البيضاء يقلب في الدار البيضاء، واللي في الرباط يقلب في الرباط، في طنجه يقلب في طنجه. بالنسبه لهذه المنطقه هذه كاين هذه المؤسسه اللي هضرت لكم عليها، هي ديال السحيمي اكرام، تابعه للمجموعه ديال السحيمي. مجموعه السحيمي مكلفين بصيانه التعليم، معروفين في الشارع الخامس. ولكن هذه المؤسسه ديال هذا السحيمي اكرام اللي هي مؤسسه دوره التربيه، مؤسسه دوره التربيه على السلامه الطرقيه واسترجاع نقاط رخصه السياقه. هذه كاينه في شارع المسيره الخضراء، حي الوفاء القنيطره. حنا هنا غندير لكم التليفون ديال المعنيه بالامر، هانتوما غتشوفوا في الشاشه كاين 2 تليفونات غتشوفوهم، ربما عندكم الحق تتصلوا بهم هاتفيين، تتصلوا بهم راه ما تطلبوش منك شي حاجه في المقابل، وتتقول لهم اودي انا بغيت نعرف النقاط ديال شحال عندي مثلا، تيوجهوك تتقول لهم انا بغيت ندير دوره تكوينيه، تيوجهوك وتيصيفطوك لوكاليزاسيون باش تجي عندهم، وتجي عندهم وتدخل وتدوز 3 ايام ديالك قبل ما يدوك البيرمي. وحتى لا داوك البيرمي وكنتي في هذه الجهه ديال القنيطره وهاد الجهه ديال سيدي سليمان سيدي قاسم وداوك البيرمي، اي شدوك لدارك ولا بغيت داوك البيرمي، تقول سير دير دوره تكوينيه، سير سير البيرمي تسيزا صافي تحيد كان البيرمي. غتمشي لهاد المؤسسه اللي عطيناكم وسميناها لكم، سيروا عندهم ودخلوا وديروا 3 ايام ديالكم، بس منكم ديروا 3 ايام ديالكم. تخيلوا انا اش لقيت عندي، شحال لقيت عندي انا؟ لقيت عندي 18 نقطه من 30. والله ما كنت عارفها وما كنتش عارفها، ومشيت سولت قال لك عندك 18 نتايا، هادشي اللي عندك 18. وواحد النهار جاتني واحد الورقه فيهم تردوا لي 4 النقاط، وانا ردوا لي 4 النقاط، كانوا حيدوهم لي ولا الله اعلم، ما ديريش. شديتها عطا لي الاساس، قلت لي هذه قال لي ديال نارسا اش فيها، ردوا لي 4 النقاط، ردوا لي 4 النقاط ديال كانوا محيدينهم ليا. هادشي اللي قلت لي ما عارفش كل ما بديت جبالي دابا مشى لي البيرمي، ولا مشى لك البيرمي 6 شهور ما تسوقش، 6 شهور ما تسوقش، وتجيب هاد الشهاده لابد منها، دوز 3 ايام يعطوك هاد الشهاده وديها لنارسا وتقول لهم ها الشهاده جبتها لكم، دابا انا بغيت البيرمي ديالي، وما غيوريوك اش غدير في لنارسا، غيقول لك اخويا راه عندك 6 شهور
او نوريوك شي حل، ولكن ما كاين حل، كاين 6 شهور. اي شي واحد مشات ليه 30 نقطه راه 6 شهور ما تسوقش، والله ما تسوق، واخا البيرمي عندك، ولا شدوك راك بحال شدوا شي واحد يقدموك للمحكمه على جنحه، السياقه بدون رخصه السياقه، هذيك السياقه هذيك الرخصه تمشي للبيرمي ما تيبقاش عندك. هنا تنشكر مؤسسه السحيمي لتعليم السياقه، تنشكر السيده اكرام السحيمي اللي هي مديره ديال مؤسسه دور التربيه على السلامه الطرقيه واسترجاع نقاط رخصه السياقه، اللي هي قلنا لكم غتشوفوا العنوان ديالها والارقام ديالها ديال التليفون ديالها ها هو هنايا، ونقول لكم هي الوحيده اللي كاينه في الجهه، صافوش انه كاين حنا عزلناها زعما وراه كاين بزاف وحيدناها بوحدها، لا راه هي اللي كاينه. هذه اليوم النصيحه ديال اليوم راه نصيحه كبيره، وانا عارفه بان نصيحه كبيره، انا ما كنتش عارفها، ما عرفتش النقاط ديال البيرمي، ما عرفتش، ما كنتش عاطي اهميه، والله انا كنت نقول بعد ما تنقول راه 100 نقطه الله اعلم، 30 نقطه غتبقى في حياتي، هاد 30 نقطه خصني نرد معاها البال، كبحال الا نقول لك غادي في الصحراء وعندك واحد الكاس ديال الماء بحال هذا، خصك بشويه بشويه حتى نكملوا ونموت بالعطش. هنا الواحد ما ردش بالو مع المخالفات وما ردش بالو مع كذا كذا، راه مشاو ليه 30 نقطه ومشى ليه البيرمي ديالو 6 شهور ما يسوقش وما يسوقش. نتمنى من الله هذه الرساله توصلكم، وهذه الحلقه تعجبكم وراه مفيده، وبارطاجيوها، الله يعطيكم الصحه، بارطاجيوها. علاش قلت لكم بارطاجيوها؟ انا ما كنتش عارف شي حاجه هذه، ما كنتش عارفها، راك بحال اش نقول لكم، انا فرحت ملي عرفت هذه القضيه هذه، وقلت ما نبخلش عليكم، وخدمت ومشيت جريت وقلبت وسولت هنا وهنا، وخديت معلومات، والمعلومات كثيره اللي غتخصني من المعلومات غتلقاوها حتى نتوما.